السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية ما ننساش الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وتعالي بقى النهاردة هنعمل مع بعض أكلة اقتصادية وجميلة زي ما احنا شايفين مع بعض ده. هتطلع معاك ان شاء الله بالشكل الجمالي ده وأحسن كمان. وطبعا ما ننساش اللايك والاشتراك وكومنت جميل. وطبعا الأكلة دي مش مكلفاني 150 جنيه. هقولك ازاي ويلا بينا نبدأ الفيديو. معايا 3 معالق كبار من الزيت، معلقة عسل اسود، ومعايا كوباية من الزبادي، والبهارات عبارة عن معلقة كبيرة من المشويات، معلقة بابريكا، فلفل، كمون، بودرة بصل، بودرة ثوم، وطبعا الملح. والخضار عبارة عن ليمونة، فصين من الثوم، وبصلاية، وقرن فلفل احمر، وطبعا قرن فلفل سبايسي لو تستغني عنه مفيش مشكلة، بس بيدي حاجة بسيطة جدا مش بيبان خالص في الطعم. ومعايا أجنحة الفراخ، طبعا دي 2 كيلو من أجنحة الفراخ جايباها ب100 جنيه. طبعا مقطعاها زي ما احنا شايفين كده ونقعاها كويس جدا في مية وملح وليمون وورق لورا وطحينة اسفة. بجد بيديك الشكل الجميل ده. وتشيلي الطرف بتاع الأجنحة. وطبعا هحط الخليط كله اللي احنا قلنا عليه في البداية في الخلاط زي ما احنا شايفين مع بعض كده. هنا بحط الخضار وحطيت الزبادي والعسل وهنا بعصر الليمون. طبعا البهارات هسيبها احطها في الاخر علشان ما تعملش طعم طبعا في الخلاط لو جينا استخدمناه بعد كده في حاجة. طبعا احنا بنغسل كل الحاجات ديت كويس جدا وبنستخدمها مفيش اي مشكلة خالص. ونقعمته كويس جدا وفي بولة كده. وهبدأ اللي انا اصب الخليط وهحط بقى البهارات اللي هي عبارة عن معلقة بهارات مشويات وبابريكا وملح وفلفل وكمون وبودرة بصل وبودرة ثوم مش اكتر من كده. وطبعا الملح هتظبطيه حسب الرغبة. والفراخ طبعا زي ما احنا قلنا نقعاها كويس وغسلاها. وطبعا بتشيلي الطرف بتاع الجناح عشان بيبقى فيه زفارة، فالافضل اللي احنا نتخلص منه. وطبعا بتسيبي الفراخ منقوعة فترة كويسة يعني نص ساعة عشان تطلع معاكي بالشكل الجمالي اللي احنا شايفينه ده والنظافة دي. ونبدأ اللي احنا نقلب الفراخ كويس جدا. وطبعا بتسيبيها ليلة في التلاجة، او لو انت مستعجلة زي ما انا عملت بسيبها ساعتين او ساعة ونص كده. وهبدأ اللي انا ارصها في الصينية. وطبعا انا عملت غلطة هنا في الفيديو اللي الصينية طلعت صغيرة جدا، فهبدأ اللي انا انقلها تاني في صاج. هنا كنت مقطعة بطاطساية، حبتين بطاطس كبار،